السلام عليكم. لأول مرة تتابعني فاشترك الآن في القناة وانضم لأكثر من 620 ألف مشترك، ولو أنت غير مسلم فأهلا وسهلا بيك في القناة. وتأكد أن الهدف من الفيديوهات مش أن أنا أضايقك أو أزعجك، لكن الهدف هو أن أنا أخد بإيدك للحق الذي أعتقده. في البداية حابب أرحب بكل الزملاء المسيحيين اللي بيتابعوا الفيديوهات، وأسأل الله لهم الهداية. وبالتأكيد أرحب بإخواني المسلمين الأعزاء. بداية أرحب بكل الزملاء المسيحيين اللي بيشوفوا الفيديو، وبالتأكيد أرحب بكل الإخوة المسلمين الأعزاء. بداية أرحب بكل الزملاء المسيحيين اللي بيشوفوا الفيديو، وبالتأكيد أرحب بكل الإخوة المسلمين الأعزاء. الحمد لله، إيماننا الإسلامي مبني على الحجج والأدلة والبراهين. جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة مرة أخرى ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فكروا في الموضوع بجدية، فأنا ما أريد لكم إلا الخير. أنت ركز في المحتوى، والاحترام مش بذكر الاسم وعدم ذكر الاسم. أنت في كلامك اتكلمت عن الجنة في الإسلام وقلت شيء مقزز، شيء مقرف. هو ده الأدب؟ أنت دلوقتي في الفيديو بتاعك بتدعي الأدب والاحترام، وفين الاحترام بتاع أحمد سبيع؟ وفي نفس الفيديو بتاعك الأول أو الثاني بتستهزئ بالإسلام وتقول شيء مقرف ومقزز. لو انا عملت كده في المسيحيه يبقى كويس. لو قلت عن المسيحيه كذا كذا الفاظ ما رضاش اقولها، ما رضاش اقول المسيحيه مقززه او مقرف، ما ينفعش اقول كده. يعني في حدود للكلام، في حدود للكلام. حتى لو انا اعتقد ان الشيء الفلاني هكذا، لكن لازم استخدم مصطلحات واستخدم كلمات تليق. واي انسان عاقل سيدرس الموضوع بحياديه ويشوف الفيديو بتاعي والرد بتاعهم، ان شاء الله سيصل لنفس النتيجه ان كان عاقلا ومنصفا. بيننا وبينكم المراجع. استخدموا عقولكم ولا تنساقوا خلف اي شخص، فنحن ما نريد لكم الا الخير. يا ريت كل شخص مسيحي بيشوف الفيديو ده ياخد سؤالي ويفكر فيه بمنطقية، لأن هدفنا في هذا الفيديو وباقي الفيديوهات مش إن أنا أحرجك أو أضايقك، إنما هدفي هو إن أنا أبين لك الحقيقة. فإما يكون الإسلام هو الدين الحقيقي والصحيح، وإما المسيحية هي الحق، أو الاتنين غلط، لكن ما ينفعش يكون الاتنين صح. فخد من وقتك دقايق وفكر بعقلانية في كلامنا، لأن الكلام مهم جدا والمصير خطير، إما جنة وإما نار. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لأي داعية مسلم هو بيحاول ياخد بإيديكم للجنة. احنا مش هناخد من وراكم حاجة، مش هنكسب من وراكم أي مكسب دنيوي، لكن نسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات وأن يجعلنا من أهل الجنة. ده هدفنا من الفيديوهات،
مش عداوة شخصية ولا فتن ولا بغضاء ولا أي حاجة. هدفنا إن إحنا عاوزين لكم الخير، إحنا نحب الخير للناس أجمعين. فأرجو إن أنتوا تفكروا في الموضوع بمنطقية وعقلانية بعيد عن التعصب. ليه زكريا بطرس وغيره بيكذبوا من أجل نشر المسيحية؟ وليه في مسيحيين كتير ما زالوا بيتابعوا زكريا؟ فكروا في الأسئلة جيدا وفتشوا الكتب، فوالله نحن ما نريد لكم إلا الخير. يعني أنا بحاول إن أنا آخد بإيديكم، أنا ما فيش بيني وبينكم عداوة شخصية، أنا عاوز لكم الخير، ده كل اللي أنا عاوزه. عاوز آخد بإيديكم من الظلمات إلى النور. الغرض من الفيديو مش إن أنا أضايقك ولا إن أنا أزعجك ولا إن أنا أفحمك، لكن الغرض هو إن أنا أوضح لك الحقيقة. فخد الكلام بجدية وفكر فيه ودرسه كويس، وإن شاء الله كل كلمة هنقولها اليوم هتكون موثقة، مفيش كلمة من عندي لكن كله بالمراجع. وأنا ما بقولش إن إحنا نشتم أو نسخر، لكن نناقش الموضوع بعقلانية، لأن أنا بالتأكيد ضد الشتم وضد السخرية، لكن بالتأكيد أنا أيضا ضد السخرية من هذه المرأة المسكينة. وأخيرا كما رأينا فالحق يضع حلولا لمشاكل الإنسان والباطل لا يهتم بذلك، وهذا معناه أن الحق واضح والباطل أيضا واضح. والله نحن في نعمة عظيمة، وما نريد للمسيحيين إلا الخير، ما نريد لهم إلا الهداية. نريد أن نأخذ بيدك للجنة وللحق الذي نعتقده، نأخذ بيدك للتوحيد النقي حيث لا وسيط بينك وبين الله. فكر في الموضوع بجدية بدون عواطف وبدون أحكام مسبقة. احنا عاوزين لك الخير، مش هنكسب من وراك حاجة. هل هدفي وهدفكم هو الحق، أم هدفنا هو أن نظل على ما نحن عليه حتى لو كان باطلا؟ أثبتنا في الفيديو أن الكتاب المقدس رغم تحريفه إلا أن ما زال يحمل نبوءات واضحة وصريحة على بطلان المسيحية وعن صحة الإسلام. فنحن والله ما نريد لكم إلا الخير، نسأل الله لنا ولكم الهداية. والله ما أريد لك إلا الخير، أنا لك ناصح أمين. الموضوع مش بسيط، الموضوع إما جنة أو نار. فهل من يقول إن الله عز وجل يموت سيدخل الجنة؟ جاوب أنت بنفسك، فكر في الكلام وجاوب بنفسك. يعني سبحان الله إحنا عاوزين ناخد بإيديكم للحق. تخيل أنا بقول لك أنا عاوزك تؤمن بدين مفيش فيه وسيط بينك وبين الله. لما تغلط تتوب لربنا وتندم لربنا وتعزم إنك ما ترجعش للمعصية دي، ولو رجعت تتوب تاني وتالت ورابع وخامس. توبتك تكون صادقة وربنا هيقبلك كل مرة، لأن ربنا تواب رحيم. صديقي المسيحي، أنا أدعوك لعبادة الإله الحقيقي وحده. أدعوك لتعبد الإله الذي يعلم السر وأخفى. أدعوك لتعبد الإله الذي يعلم وحده يوم القيامة. أدعوك ألا تشرك به شيئا، لا تشرك به المسيح ولا الروح القدس. احنا عاوزين الخير للناس، مش هستفيد حاجة لما انت تدخل النار، مش هستفيد شيء لما انت تبقى شخص وحش، بالعكس ممكن ربنا يحاسبني على تقصيري ده. ولما اشوفك بتعمل حاجة غلط لازم انصحك واخد بايدك. مهما حاول الملحد ان يجد الانس والسعادة فلن يجدها في البعد عن الله، فالحل هو ان تفر الى الله. ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين. وللمسيحيين الباحثين عن الحقيقة أرجوك فكر في الموضوع بجدية. هل الله عز وجل أعطانا العقل كي نصل به إليه، أم كي يصبح العقل عاجزا عن فهم أساس الدين؟ لماذا العقيدة معقدة ولا يمكن فهمها أبدا؟ لماذا تعارض العقيدة العقل والمنطق والفطرة؟ هل الله عز وجل ينزل دينا يرفضه العقل، أم دين الله يكون موافق للعقل والفطرة السليمة؟ فكر في الموضوع بجدية، لأن الموضوع مش هزار، الموضوع إما جنة وإما نار. وكما لم يستطيعوا الرد على الشيخ أحمد ديدات بالحجة والدليل ولجأوا لتشويهه والكذب عليه، كذلك بعضهم يحاول أن يفعل نفس الشيء معي، مع الفارق بين أحمد ديدات وأحمد سبيع. في الفترة الأخيرة ادعى بعض النصارى أن بعض أقربائي تنصروا وأنني أنتقد المسيحية لهذا السبب، وطبعا ده كذب واضح، لكن لا مانع من بعض الكذب والتشويه كالعادة. وبعضهم بيقول ان احمد سبيع سوري وكان مشترك في تخريب سوريا، وبعد ما خربها جه مصر عشان يخربها هي كمان. وطبعا الجميع يعلم ان انا مصري 100% ولم احصل في حياتي على اي جنسية اخرى غير المصرية، واكاذيب كثيرة بدون ادلة. فهؤلاء لما فشلوا في الرد على ادلتي وحججي لم يكن امامهم الا اللجوء للاكاذيب السخيفة الخبيثة. انا ضد الشماتة في وفاة الشباب الملحدين، لان اغلبهم مخدوع ومضلل. كتير من اللي عرفتهم عندهم مشاكل عائلية كانت هي الدافع الأول للإلحاد. التفكك الأسري بيدفع كتير منهم لأصدقاء السوء، تدريجيا تمتلئ عقولهم بالشبهات. فأنا رأيي الشخصي إنك لما تعاملهم بقسوة فأنت كده بتنفرهم، لأن برضو كتير منهم ما زال في خير.
ممكن في مرحلة معينة يرجع تاني للدين، بس لما انت تنفره وتعامله بطريقة غلط فاحتمالية رجوعه بتقل. وعلى كل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وأنا والله ما أريد لكم إلا الخير، أريد أن أخرجكم من الشرك إلى التوحيد، من تعدد الأقانيم والأشخاص إلى الإيمان بإله واحد، كما جاء في أول الوصايا: شمع إسرائيل أدوناي إلهين وأدوناي أحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، مش ثالوث ولا أقانيم ولا نسوت ولا خوت. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله يا جماعة أنا لكم ناصح أمين، ما أريد لكم إلا الخير، مش هكسب من وراك حاجة، ولما تموت هحزن عليك لأن أنا أتمنى إنك تدخل الجنة، بس عشان تدخل الجنة لازم تاخد بأسبابها، تؤمن بالله وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه. أدعو الزملاء المسيحيين لقراءة القرآن من بدايته لنهايته لتعرفوا الله الحقيقي. فتشوا الكتب فإن لكم فيها حياة أبدية. وأخيرا، القناة ليست للحرب ولا للعداوة، لكن للدفاع عن الإسلام ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. وأشهد الله أنني أحبكم حبا كثيرا. وخلال الفترة الماضية عرفت من تعليقاتكم في اليوتيوب والفيس وتويتر إن هذا الحب ليس من جانب واحد، وإنكم بتبادلوني نفس الحب رغم إن أنا لا أستحقه. فحقيقة أنا ممتن لكم جدا. على كل حال مش هطول عليكم، لكن لا تنسونا من صالح دعائكم. لا تنسونا من صالح دعائكم.